العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله، وعلى أهل بيتك الطيبين الطاهرين. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أمير المؤمنين، ويا قائد الغر المحجلين، ويا سيد الوصيين. في السماوات رنة وعويل، في السماوات رنة وعويل، من قام ناعيا له جبريل. أصبح الكون داجي اللون حزنا، فهل علي المرتضى قتيل. يا حساما أردى الوصي شباه، بك قد أردي الهدى والرسول. يا علي بك أردي النبي والملائك طرا، وأصيب بك التكبير والتهليل. يا ليالي الصيام من كان يحييك، يا ليالي الصيام من كان يحييك. أضحى بسيف ابن ملجم مقتولا، قتلوا في الصلاة من ليس للأعمال إلا به يكون القبول. حن علي الغر الكرام بنوه، ما أدري إيش حال أولاد أمير المؤمنين في مثل هذه الليلة. حن علي الغر الكرام بنوه، هي وهو عنهم بنفسه مشغول. هي لو ندبوه وفي القلوب حريق، هيان بجوى الحزن والدموع تسيل. هي لو وكأني بزينب تستخبر أخاها الحسين شأن أبيها أمير المؤمنين، تقل يا أخويا حسين إيش ماله أبونا، تقل يا أخويا حسين وش ماله أبونا.
اشمال ابونا اشوف الليلة من خطف لونه، لو انكم يا اخوتي تقعدون تقعدون بس بهداي بويا لا توجعونه لا توجعونه، وشنه اللي يهيس تسألونه. خويا ابو محمد ابو علي وحق عيناك لا تغمض عيونه، الواد بعد ما يعرفونه ما يعرفون اخويا والله ما يعرفونه، وعند الشدايد وعند الشدايد يخذلونه. لكنما الأمر والمرجع لله. إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. صلوا على محمد وآله. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. الآية المباركة من سورة آل عمران تشير إلى حقيقة هي في غاية الأهمية. شنو هذه الحقيقة؟ الحقيقة تقول وتنطق بها هذه الآية المباركة أنه ليس بالضرورة أن كل من أحب الله تبارك وتعالى في المقابل الله يحبه. ليس بالضرورة أنه كل من يحب الله في المقابل الله يحبه، يعني يبادله الحب. ليس بالضرورة، والآية المباركة واضحة. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. هذا معناه أنه من يحب الله ولكنه في المقابل لم يتبع رسول الله فلن يحصل على حب الله مطلقا. الله تبارك وتعالى وضع شرطا لحبه للعباد. هذا الشرط يقول بما معناه إذا أردتم يا خلقي أن أحبكم فعليكم أن تتبعوا رسول الله، عليكم أن تتبعوا رسولي الذي أرسلته إليكم وهو الحبيب المصطفى محمد. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد. وإن لم يكن هنالك اتباع لرسول الله فلن يحصل ذلك المحب لي على حبي. إذن ليس هنالك ملازمة بين حب العبد لله وحب الله للعبد، ليس هنالك ملازمة. فقد يكون الحب من طرف واحد بتعبير آخر، قد يكون الحب من طرف واحد، وإذا كان الحب من طرف واحد لا قيمة لذلك الحب حينئذ، لا قيمة له. موضع الفخر والاعتزاز أيها الأحبة في كوني
أنني أحب الله، ولكن في المقابل الله يحبني. إذا تحصلت على حب الله فمعنى أو ذلك يؤدي إلى افتخاري واعتزازي بذلك الحب. الله تبارك وتعالى دائما وأبدا يمتدح الحب من طرفين، ولذلك تجده في القرآن يقول يحبهم ويحبونه، يحبهم ويحبونه، رضي الله عنهم ورضوا عنه. إذن الحب الذي يدعو إلى الافتخار والاعتزاز كون الحب من طرفين، هذا هو موضع الاعتزاز والافتخار. وإلا هنالك كثيرون يحبون شخصا، كثيرون يحبون شخصا، وهذا الشخص الذي يحبونه ليس فقط هو لا يحبهم بل قد يبغضهم، فما قيمة ذلك الحب حينئذ؟ إذن الذي أردت أن أوصله إلى أو أن أصل إلى هذا المعنى، كلنا يريد أن ينال حب الله، كلنا يريد أن يحصل على حب الله عز وجل. فما هو الطريق وما هو السبيل إلى نيل رضوان الله وحبه؟ هو طريق واحد وليس هنالك أكثر من ذلك، ألا وهو طريق اتباع النبي صلى الله عليه وآله. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، فاتبعوني يحببكم الله. إذن الطريق إلى الوصول إلى حب الله هو اتباع النبي صلى الله عليه وآله. هنا يأتي سؤال مهم أيها الأحبة، هذا السؤال يقول: هل أن الروايات والنصوص الإسلامية الصريحة والصحيحة والمجمع عليها عند الفريقين سنة وشيعة وضعت يدها على شخص الله يحبه أم لم تضع؟ هذا سؤال مهم ويحتاج إلى جواب. الروايات الصحيحة والصريحة والمجمع عليها من الفريقين لا من فريق واحد. الرواية التي تأتي من فريق واحد لا قيمة لها في الاحتجاج العلمي، لا بد أن تكون الرواية موجودة من الفريقين أو عند الفريقين حينئذ. هكذا يأتي السؤال: هل أن الروايات الصحيحة والصريحة والمجمع عليها عند كل المسلمين وضعت يدها على شخص يحبه الله تبارك وتعالى أم لم تضع؟ هل يوجد أو لا يوجد نص يؤكد هذا المعنى؟ فإذا كان هنالك يوجد رواية أو توجد روايات أو نصوص تؤكد ذلك، فما معناه وما مؤداه؟ أما بخصوص جواب السؤال الأول، هل توجد روايات مجمع عليها؟ الجواب نعم أيها الأحبة. هنالك روايات من مصادر الفريقين تؤكد
حب الله تبارك وتعالى، ولم تجمع الروايات عند الفريقين على شخص أحبه الله تبارك وتعالى إلا في شخص علي بن أبي طالب. صلوا على محمد. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد. لم تجمع الروايات، ونتحدى ذلك. لم تجمع روايات المسلمين على شخص تثبت أن الله يحبه إلا في شخص علي بن أبي طالب سلام الله عليه، وذلك في الحادثة المشهورة والواقعة المعروفة بواقعة خيبر. احنا خلينا نختصر المعنى أيها الأحبة، ونختصر المصادر، ولنذهب إلى أصح كتب القوم. قطعا الرواية موجودة عندنا احنا في كتبنا، لكن لنذهب إلى أصح كتبهم وهو صحيح البخاري. انت روح بعد هالمأتم الشريف إلى صحيح البخاري، سواء في الكتاب أو عن طريق النت، وذلك إلى باب أو كتاب المغازي، باب واقعة خيبر. وإذا هنالك رواية في مضمونها أن النبي صلى الله عليه وآله يوم خيبر قال: لأعطين الراية غدا رجلا يفتح الله على يديه يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. هنا الشاهد أيها الأحبة، مو فقط يحب الله ورسوله، لعل الأصحاب جميعهم يدعون أنهم يحبون الله ورسوله، لكن الفخر والاعتزاز يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، كرار غير فرار. تقول الرواية: فصار المسلمون ينتظرون ذلك اليوم، لأن النبي قال: سأعطي الراية غدا، مو اليوم. فصار المسلمون الأصحاب كل يتمنى أن يكون هو صاحب الراية، وهو المعني بهذه المواصفات العظيمة كرار. النبي ما ذكر اسم، بس ذكر أوصاف، فقال: كرار غير فرار، وقال: لا يرجع حتى يفتح الله على يديه، وقال: يحب الله ورسوله، وقال: ويحبه الله ورسوله. إلى أن جاء اليوم الآخر فالتفت النبي ولم يجد عليا من بين الصحابة، فقال: أين علي بن أبي طالب؟ شلك بعلي بن أبي طالب؟ علي بن أبي طالب مريض، يشتكي المرض والرمد في عينيه. علي بن أبي طالب مريض، يعني ما يقدر على الحرب، خصوصا إذا كان الإنسان يشتكي لعينيه فكيف يبصر؟ فأعاد النبي سؤاله: أين علي بن أبي طالب؟ وفي رواية أخرى: أين أخي علي بن أبي طالب؟ وإذا بعمار أقبل يقود أمير المؤمنين من يده. وصل أمير المؤمنين، تقول رواية البخاري: فبصق النبي، يعني بريقه المبارك، إلى عيني أمير المؤمنين،
فارتد بصيرا، يعني كأحسن ما يكون بإذن الله وببركة ريق النبي محمد. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد. وله يوم خيبر فتكات كبرت منظرا على من رآها، يوم قال النبي إني سأعطي رايتي ليثها وحامي حماها، فاستطالت أعناق كل فريق ليروا أي ماجد يعطاها، فنادى النبي أين صاحب العلم والحلم؟ أين صاحب العلم والحلم ومجير الأيام من بأساها؟ أين ذو النجدة الذي لو دعته مروعة في الثريا مروعة لباها، فأساق الوصي أرمد عين فسقاه من ريقه فشفاها، فصار يطوي الصفوف فتولت عنه لعلمها بأنه أمضاها، هذه من علاه إحدى المعالي، وعلى هذه فقس ما سواها. صلوا على اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد. أمير المؤمنين بحبيب الله وبحبيب رسوله. صح ونادي وإماما. ما أدري يا جماعة ايش حال الإمام هالليلة وهو على فراش المرض. ما أدري شلون الإمام تحمل كل هذه الآلام من تلك الضربة المشؤومة. خلي أوصل لك الفكرة شلون حتى تعرف شلون الإمام صبر، وصبره عظيم لذلك الألم. هسه بعيد الشر عنا وعنكم لو يصاب أحدنا بشظية من سعف النخيل، شظية واحدة، لعله لا ينام ليلته لذلك الألم، فكيف إذا كان الألم نابع من ضربة شقت ذلك الرأس إلى نصفين، بل وصلت الضربة إلى موضع سجود الإمام. صح ونادي وإماما وسيدا وعليا. يقول محمد بن الحنفي ابن أمير المؤمنين بتنا ليلة 20 عند أبينا أمير المؤمنين، وقد نزف دم جرحه وانتشر السم إلى أطراف بدنه. أيوا إمام. في يوم 20 من شهر رمضان أذن لشيعة أمير المؤمنين بزيارته، ومن ضمن من دخل على الإمام الشيعة يريدون يطمئنون على حال إمامهم وعلى أثر تلك الضربة المشؤومة. أول ما دخل على الإمام من أصحابه حجر بن عدي رضوان الله تعالى عليه. دخل حجر على إمامنا أمير المؤمنين، ولمجرد أن رأى إمامه على فراش المرض بتلك الحالة انفجر حجر بالبكاء ونادى وإماما، ونادى فوا أسفي على المولى علي أبي الأطهار حيدرة النقي. التفت إليه أمير المؤمنين أحجر هذا؟
قال فدتك نفس حجر مولاي. قال يا حجر كيف بك إذا عرضت عليك البراءة مني وسبي؟ قال مولاي والله لو ذبحوني وبعد ذلك أحرقوني بعدما قطعوني وذروني في الهواء ويفعل بي ذلك 70 مرة والله ما فعلت. تدري يا مؤمن، تدري يا مؤمنة، مثل هالعقيدة الصلبة والإيمان الراسخ في قلب حجر لولايته لأمير المؤمنين هي التي دعت الأوغاد اليوم أن ينبشوا قبره، وذلك نعم لحبه لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب. جزاه الإمام خيرا وقال له ثبتك الله يا حجر وجزاك الله عن أهل بيت نبيك خيرا. نعم الإمام يغشى عليه مرة ويفيق أخرى في مثل هذه الليلة. أغمي عليه، أفاق من إغماءته وإذا يرى أمامه أو إليه الأصبغ بن نباته. يقول الأصبغ والله لقد تعجبت، لا أعرف أي أشد صفرة وجه الإمام أم العصابة التي عصب بها. صار الأصبغ يبكي، يقول الإمام يا أصبغ أتبكي؟ والله إنها الجنة. قال أعلم سيدي، والله أدري أنها الجنة ولكن أبكي على فراقك. ليش هو فراقك سهل علينا سيدي؟ غشي على الإمام، هالمرة ما أفاق الإمام إلا وولده الحسين يشد جرحه ودموع الإمام الحسين تسيل على خده. يقول له ولدي يا حسين أتبكي؟ تبكي يا أبو علي وما هو إلا جرح واحد. إذا ما بال بدنك الذي سيصبح مليء بالجراحات لضرب السهام والسيوف. فتح عين وشاف حسين يمه. أريد الون منك، ما أريدك تجلس ساكت. فتح عينه وشاف حسين يمه. بارك الله بك. هالونة ترى يحبها الإمام الصادق. يشد راسه يشد جرحه يا ويله وينل دمعه. جرح واحد تشده يا بول يمه. شلون يا ابني لو ان جروحك تسيل. ولما صار مثل الليلة جاء بالإمام إلى الإمام بطبيب يقولون من أحدق الأطباء في زمانه يقال له أثير بن عمرو السكوني. جاء له بالإمام ليرى جرحه ومرضه. اجه الطبيب إلى الإمام، ما أن فتح العصابة هذا الطبيب إلا وانفلق رأس الإمام. أيوا إماما وسيدا. يقولون نظر الطبيب إلى جرح الإمام فدعا برئة شاة طازجة حارة. جاء له برئة شاة حارة استخرج منها عرقا. أخذ ذلك العرق. تتحمل في حال إمامك يا شيعي. يقولون أخذ ذلك العرق دلاه إلى جرح الإمام. صار الطبيب ينفخ في ذلك العرق ثم استخرجه، لكن ما استخرجه إلا وعلى ذلك العرق
شيء من دماغ الإمام، ألا هل من مناد وإمام؟ شاف الطبيب ذلك اختنق بعبرته ونادى سيدي يا أمير المؤمنين اعهد عهدك واوصي وصيتك، فإن ضربة اللعين مسمومة وقد وصلت إلى الدماغ. هنا صار البكاء والعويل وارتفع. الحسين حاضر، الحسن العباس محمد ابن الحنفية أولاد أمير المؤمنين. صار البكاء من حجرة الإمام من قبل الرجال، لكن هناك غرفة إلى جنب غرفة الرجال بالنساء زينب وأخوات زينب يستمعن البكاء قد اعتلى. زينب وضعت يدها على قلبها، استدعت الإمام الحسن. أقبل أبو محمد وقف إليها. أخي أبا محمد ما خبر جرح أبينا علي؟ إيش قال لك الطبيب؟ إن شاء الله سالم أبونا علي. الإمام الحسن اختلق بعورته. تقل يا حسن ذخرنا وفخرنا، يا حسن أبونا ذخرنا وفخرنا، جرح الطبيب ايش قال عنا؟ شي جاوبها الإمام الحسن؟ اسمع هالأبيات اللي راح تبكيك. يقلغى يا زينب يا حزينة يا حزينة، خي ترى الضربة مسمومة وفتينة والسيف واصل يم جبينه. لكن أخبرك خبر لا تذكرينه، ترى احنا من ابونا ميزين. يا زينب راح ابونا من ايدينا، يا والله يا زينب راح ابونا من ايديه. خويا ابو محمد فالك فال السلامه ان شاء الله يطيب الوالد ونعيد وياه ان شاء الله وهو بصحه وسلامه. قالت يا عقلي نطلب من الله السلامه، هذه أنشودتك في كل سنة. قالت يا عقلي نطلب من الله السلام، يطيب أبو الحسنين ويتمم الصيام، ونعيد بزينة ولا نعيد يتامى. قال آيتك للعيد لا تتذكرين، يا اختي يا زينب كان عيد تعيد الشهر، كان الخبر وصل يصير برك الأيام، واحنا بعد يوم وليلة ونصبح ايتام، ومن الصبح كيف الأرامل تفقدي، فتح عيون المرتضى. أبيات الدعاء الشيعة، فتح عيون المرتضى والدمع يجري
فتح عيون المرتضى والدمع يجري. قالها يا زينب بالنجاف محفور قبري وعليا. قالها يا زينب بالنجاف محفور قبري. قالت أجل يا ابو الحسنين يا ابو الحسنين شلون صبري شلون ارجع يا ابويا بلا اياك المدينة.